اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأتم نعمه ان شاء الله. وحشتوني جدا جدا يا حبايب قلبي من فيديو امبارح. النهارده جايه لكم بفيديو حلو وجميل كده، يا رب يعجبكم ان شاء الله. ولو اول مره بتشوفيني يا حبيبه قلبي ما تنسيش تضغطي لي لايك وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وحبايب المتابعين ما تنسوش تحطوا لي لايك يا حبايب قلبي. تمام، يلا بينا نبدأ نقول بسم الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هنا في بنوتة اسمها صاصو، تمام، مش عارفة بنت ولا ولد يا جماعة. كتبت لي على الفيديو اللي قبل ده، كتبت لي عايزة طريقة المديدة. اكيد انا قلت اكيد من اسوان، اصلا مفيش حد يعرف الاكلة دي غير الناس اسوان بس، اكلة مقدسة عند بعض الاسوانية. تمام يا حبيب قلبي. هي ايه؟ هي المديدة عبارة عن ايه؟ عبارة عن معلقة سمنة بلدي، تمام، وشوية حلبة مطحونين كده في الكبة، تمام. بتنزلي عليها، تحطي الحلة وتحطي معلقة السمنة وتحطي الحلبة اللي انت طحناها وتقلبيها كويس كده. بعد كده بتنزلي عليها بكوبايتين مية وتسيبيها لغاية ما تغلي. تيجي شوية كده تحطي في طبق كوباية مية وتنزلي بكوباية دقيق وتقلبيه خالص. وبعد كده تزودي المية لغاية ما تبقى معاكي القوام يعني ايه، زي بتاع الكيكه كده او اخف من الكيكه، تمام. بتحطي ذره الملح بقى في الحله، بتيجي تقلبي كده. طبعا ده ملح حصى فلازم يتقلب عشان يدوبوا كده. لو انت عندك ملح الكياس تمام ماشي عادي، هو ده او ده واحد يعني. تمام يا حبيب قلبي. تمام، هنسيبها بقى تغلي شويه. بعد كده بنحط الكربوناتو اللي هو بتاع الملوخيه والحاجات دي، ايوه الكربوناتو، معلقه صغيره منها. وتحطي بعد كده الدقيق الخليط اللي هو في الميه بالدقيق. تمام يا حبيب قلبي. تمام، بتيجي بعد كده تحطي اكيد يعني انا قلت من اسوان دي لان اسوان هي الوحيده اللي تعرف ايه يعني المديده بجد، يعني اكله شتويه حلوه جدا يعني. ادي الخليط اللي احنا عملناه، الدقيق بالميه، تمام. انا بقول لكم ازاي، شوفوا ازاي متماسك. ضربته كويس لغايه الكتل، ما عشان ما تبقاش في كتل، ضربتها كويس كده بالمعلقه وخليتها حلوه. هنا بقى الكربوناتو زي ما انا قلت لكم معلقه صغيره، وبنزل عليها بالميه والدقيق دي، تمام. واجي اقلب هي هتتخن معاكي، ما تخافيش، هي نظامها كده، تمام. بتقلبيها كده لغايه ما تبقى معاكي كده حلوه وسلسه كده. بتحطي معلقتين سكر على حسب الرغبه، يعني انا بحط معلقتين سكر بس، وفي ناس بتاكلها ملح على فكره، لان هي بذره الملح دي وخلاص على كده، ما تحطش سكر خالص، براحتك انت. احنا بنحط معلقتين سكر ونيجي نقلبها، تمام. وبعد كده اللي حابب بيزود بعد كده في الطبق. تمام يا حبيب قلبي. كده خلاص خلصنا المديدة، وادي اخر غرفتها في الطبق كده. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا 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 والله العظيم. انا يعني هي ما بتحبنيش المديدة بس اخدت منها معلقة بجد تحفة والله العظيم، جربوها. تمام يا حبيب قلبي، يا رب تعجبك يا حبيبتي كده. وما تنسيش بقى باللايك وتعمليها كده وتقولي لي ايه رأيك بصراحة حبيبتي قلبي. بالهنا والشفا عليكي يا قلبي. خلاص كده احنا فطرنا وعملنا الفطار وفطرنا الحمد لله. نيجي بقى نعمل الستاير. انا قبل كده قلت لكم ان انا بخيط ستاير وفرش كنب وملايات الحمد لله، فهنا قررت ان انا اعمل ستاير اوضتي. تمام يا حبايب قلبي. فقررت ان انا اعمل ستاير الاول فش في ابيض وكده، فرحت لغيت الفش فخليتها بينك في ابيض. فالحمد لله خلصت. هبقى اوريها لكم ان شاء الله في فيديو لما اخلص الاوضه بتاعتي في نهايه الفينيش الاخير لاوضتي ان شاء الله. تمام. هنا بقى فاكرين الفيديو اللي عدى قبل كده قلت لكم انا بكل حاجة استغلتها في الحوش عندنا، الخشب الحاجات دي. فقررت ان دي التسريحة اللي وريتها لكم في الاول، فقررت ان انا اعملها لتسريحة لاوضتي. انا امي قالت لي لا انا مش عايزاها وكده ارميها، فرحت انا قلت لها لا مش هرميها. فهبتدي ان انا اعمل هعمل لي تسريحه صغيره كده، هاخدها مرايه وهحطها في اوضتي ان شاء الله. وهنا بقى الخشب برضو عمل لي مكتبه للتلفزيون للشاشه يعني. تمام يا حبيب قلبي. فقررت بقى ان انا ادهنهم الجزء الثاني من دهانه العفش. تمام يا حبيب قلبي. هنبتدي بقى. رحت جبت لي بوهيه، تمام، جبت لي بوهيه رمادي وبيضه، وجبت لي
تبطينة الخشب. تمام يا حبيب قلبي. وجبت لي بنزين ب20 جنيه، يعني كلفتني الحسابات دي كلها بتاعت 520 جنيه. تمام. فهنا هنبتدي نعمل التسريحه والكوميدينه دي الاول. ما كانش ليها باب وكده، فقلت للنجار اعملها لي، فان شاء الله هبطنها تاني تبطينه تانية عشان تبقى تقيله معايا وتبقى حلوه كده ان شاء الله. تشجيع بقى، لو وصلت لغايه هنا تشجيع كتير قوي، انا عايزه تشجيع منكم يا حبيب قلبي، وشجعوني عشان اجيلكم بافكار حلوه وحاجات حلوه كتيره. تمام. كل ما هتشجعوني وتديني طاقه ايجابيه كل ما هعمل لكم فيديوهات واتحمس بقى ان ناس كده بتسمعني وبتحط لي لايكات. ربنا يبارك لكم يا رب ان شاء الله. فابتديت ان انا اخلص كده، خلصت بقى التسريحه وخلصت الكومودينه. جينا بقى للمكتبه. ابتديت ان انا اصنفر المكتبه، كانت بنت اخويا رايحه المدرسه، فابتديت ان انا اصنفر بقى الشغل الخشب. فبرضو كل ما اجيب الخشب من عند النجار وكده اقول له لا انا عايزاه على الخشب الابيض. في مطبخ هناك كنت اشتريته بقى استعمال، يعني مستعمل، اشتريته ب500 جنيه. حلو يعني ماشي حالك. قلت هشدها كده عند النجار ان شاء الله، وهبتدي ان انا اديها لون حلو كده جميل كده، واديها واجيب لها كده رخامه، وان شاء الله هيبقى مطبخ جميل جدا جدا ان شاء الله باذن ربنا. هنا ابتديت ان انا اصنفر شغلي يا حبيب قلبي، وخلاص جربت كده على المفاجاه. انت بقيتي فتره تقولي مفاجاه مفيش المفاجاه. بجد انا اتاخرت عليكم طبعا عشان الوفاه وكده، حاله الوفاه اللي عندنا، فابتديت ان انا اخر شويه يعني. فابتديت ان انا قلت هخلص الشغل اللي معايا بعد كده هظهر لكم بقى بالمفاجاه ان شاء الله. تمام يا حبيب قلبي. وهنا بقى اديت اللون الفضي للمكتبه بعد ما بطنته الاول وكده بالتبطينه عشان يبقى الشغل نظيف وكده. وخلاص كده يا حبيب قلبي ادي شغلي وادي نهايه فيديو كده. وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب يعجبكم كده يا حبيب قلبي. ما تنسوش بقى باللايك، وهوريكم بقى في نهايه الشغل. خلصت التسريحه بقى، عملتها ابيض طبعا على لون الاوضه بتاعتي، وكمان الستاير ابيض في بينك، فهيعجبكم جدا كل حاجه عملتها في اوضتي، بالذات اوضتي يعني. يا رب يعجبكم يا حبيب قلبي. وادي التسريحه، واشوفكم على خير الله يا حبيب قلبي، ومع السلامه كده، وباي. وادي المكتبه حبيب قلبي، باي، اشوفكم على خير.